السلام عليكم الغزالات ديالي، كيف نتوما؟ مزيانين؟ صحة لاباس؟ نتمنىكم تكونوا في احسن الاحوال ان شاء الله يا ربي. غبرت عليكم شويه، لا ماشي شويه، بزاف الصراحه، غير سمحوا لي ما كندركش هكذا نمونطي لي فيديو وننزلهم. اليوم اقتراح رائع جدا، اقتراح الماكفلوري ديال ماكدونالدز اللي كيجي غزال غزال بزاف وكنحماقوا عليه حنايا وليداتنا، فعلاش لا هكذا ما نوجدوه شي في البيت ديالنا اقتصادي، والمذاق ديالو كيجي تماما فحالو هو. فنبداو على بركة الله. بالنسبة لأول كلاص أو لأول ماكفلوري اللي غادي نشاركو معكم باللوز اللي عندي هنايا مقلي ومهرمش على هاد الشكل هذا. والكراميل اللي غادي نضيف عليه هنايا واحد الملعقة ديال هذا نسلي كراميل. غادي نضيف عليه واحد الملعقة حتى جوج ملاعق ونخلط مزيان هاد العناصر هادو. فكيجي المذاق غزال اخواتي وكيجي كيحمق. نصحكم هذا من بين آلات لي كلاص اللي وجدته، زعما الصراحة الله وكيجي غزال بزاف. والمذاق ديالو كيجي تماما فحال هذاك اللي كنشريوه من ماكدونالدز، ولكن هذاك كيكون الثمن ديالو شويه يعني غالي. هذا يعني كيجي لنا واحد الكميه اللي مزيانه وكنوجدوها في البيت ديالنا، وكما قلت لكم كيجي المذاق تماما فحالو. هنايا خديت نصف لتر ديال كريمه الخفق. اولا لا تقدروا تعملوا الكريمه اللي بدون سكر، انا استعملت هذه فكانت عندي هذه استعملتها. تقريبا هنايا نصف لتر ديال كريمة الخفق، وغادي نبدا نخفق فيها شويه على هاد الشكل هذا، ما نخفقوهاش بزاف بزاف اخواتي، خصو يبقى معنا القوام كريمي. بالنسبه للقوام ديالها خصو يبقى كريمي على هاد الشكل هذا. هنايا غادي نضيف لها انا نسلي كراميل. بالنسبه تقدروا تضيفوا الحليب المركز المحلى، حتى هو كيجي مزيون بزاف. انا هذا هو اللي عندي دابا متوفر. كما قلت لكم تقدروا تضيفوا اخر. انا غادي نضيف جوج ديال الملاعق هنايا ونحرك. دابا غادي نعمل سلوفان لهاد لاكلاص ونعملو في المجمد واحد نص ساعه حتى 45 دقيقه. عاود غادي نجبدو وغادي نخلطو غير شويه هيدا، وعاد نوريكم شنو غادي نعمل. وهنايا بعد ما دازت لي نص ساعة هكذا في المجمد، غادي نحركو على هاد الشكل هذا غير بالفوي كما كتشوفوا، وغادي نردو نصف ساعة اخرى. فهذا هو هاد العملية هذه كتساعدنا باش يجينا الكلاص ديالنا كريمي اكثر. هنايا خديت هاد الكويسات هادو اللي غادي نقدم فيهم مثلهم شوية ديال صلصة الشوكولاتة، وخديت كؤوس اخرين اللي غادي نعمل لهم الكراميل هكذا، باش كيجينا ديك المنظر مزيون هكذا ملي كنقدموا الكلاص ديالنا. تقدروا تعملوا اي صوص عندكم كما بغيتوا نتوما، لي صوص اللي عندكم تقدروا وهنايا بعد ما تعملوهم. خرجت الكلاص ديالي المره الثانيه من المجمد، قسمته على جوج ديال القسمات، النص عملت فيه شويه ديال البسكويت ديال كيت كات، والنص الاخر ديك الخليط ديال اللوز مع الكراميل. هنايا غادي نوضع شويه ديال ديك الخليط اللي كنت عملته على هذا الشكل هذا، وغادي نضيف الكلاص. وغادي نضيف ايضا شويه ديال اللوز مع الكراميل. كما قلت لكم تقدروا تعوضوه باي حاجه بغيتو. ونعمل الطبقه ديالي الثانيه. وطبعا اللي تبقى لي غادي نعمرو في هذا القجر هذا ونعملو في المجمد فوقاش ما بغاوه هكذا الوليدات كيكون جاهز.
صافي غادي نزيد شويه ديال اللوز كونكاسي هكذا من الفوق للتزيين، تقدروا تزينوا باش ما بغيتو نتوما. وسخنت شويه ديال الكراميل غادي نضيفو حتى هو هكذا. ضروري تسخنوه حيتاش باش يجي هكذا عاطل المنظر شويه. وهنايا بالنسبة للنكهة الثانية اللي قصكم عملت بالكيت كات، ضفت نص د الكريمة اللي ضفت لها تما شوية ديال بسكوي كيت كات مهرمش على هاد الشكل هذا. وهنايا خديت شوية ديال الكيت كات اللي عملته في الكأس من التحت كما شفتوا، غادي نضيف الكلاص على هاد الشكل هذا. وغادي نضيف ايضا الكيكس او البسكوي ديال كيت كات في الوسط. وكنمشي بنفس الطريقه. تقدروا تعوضوا اخواتي بالنسبه للكيكس او للبسكويت، تقدروا تعملوا الحاجات اللي بغيتو نتوما، تعملوا اوريو. كذلك البسكوف ديال اللوتوس هو كيجي غزال المذاق ديالو. واذا بغيتو هكذا نكهات اخرين او وصفات اخرين ديال لي كلاص خليوها لي في التعاليق، وان شاء الله كل مره نبقى نوجد معكم هكذا نكهه جديده ومبدله ان شاء الله يا ربي. وهذا من بين ألذ لي كلاص اللي وجدتهم الصراحه، الله جا كيحمق المذاق ديالو فحالو فحال ماك فلوري تماما. وهنايا بعد ما كنسالي تقدروا تضيفوا اي صوص عندكم. انا غادي نزين بشويه ديال صوص الشوكولا وشويه ديال الكيت كات من الفوق. هذه هي النتيجة. أخو وهنايا انس بني بغا يقول لكم واحد الكلمه. يلا انس. هذه هي النتيجة النهائية. السلام عليكم. وهذه هي النتيجه النهائيه ديال الكلاص ديال الكيت كات، وعملته في خاطر انس هو اللي بغاه. ايوا نتمنى الوصفه ديال اليوم تكون عجبتكم ونالت استحسانكم ان شاء الله يا ربي. انا غادي نعملو يبردو ونوريكم القوام ديالهم النهائي كيفاش كيجيو. وهنايا بطبيعة الحال اللي بقى لي غادي نوضعو هكذا في واحد القجر ديال بلاستيك او اللي بغيتو نتوما، ونزينو هكذا بشويه ديال اللوز كونكاسي من الفوق وشويه ديال الكراميل او باي صوص عندكم باش كتعطينا ديك النكهه حتى هو كيجي غزال الصراحه. وهذا هو القوام ديالو كيفاش كيجي بعد ما كيبرد ويتماسك. كيجي غزال الصراحة تماما فحال ماك فلوري. نفس المذاق واحسن. والله العظيم خصوصا مع الكريمه. وكنصحكم تعملوا الكريمه السائله. كتعطينا واحد القوام مزيون احسن من الكريم شونتيي، كيجي تماما فحال هذاك ديال ماكدونالدز. وهنايا كنوريكم القوام ديالو كيفاش كيجي غزال ما شاء الله. نتمنىكم تجربوا الوصفه وما تنساونيش من التشجيعات ديالكم ولي لايك ديالكم والبارطاج مع احبابكم. هكذا باش نرجع ساعه ساعه نبقى ننزل لكم دي فيديو. وبسلام عليكم.